وكي تزوني لكم خبطة ما لسرد محورانا ياك هذا الليلة أوكم خبط بنابي علاقاتي خسر هذا الليلة محوركي بخوني وهذا سوريا محوركي آن هاجي وهذا الليلة دست بمحور خامكي براستي بشتي كو ده صام ستيف سربش ولا ده بس كو جن دبي شورش هانا كو أم بي شورش نزيد تربيه كو بجن هات الناس كرن بيشانتيا جنبو لا أم براستي تبي أو قابي هانا كو هاتي قابيتن لا هين برسكريك هنا هين هم بين صعوبات الفيشن هنا أما دبي فترة نقاش بكنا حتى نهار 10 سال بون تي هاتا تشكرن جن لقد بخا إثبات بكرانال تقاصا كدان لو حتى نوش هين تجارك كوان بكن كو أم بكانه بن براسي وقت جن كو أم برولا خا أم رابن أو برسكريكي حتى نها هي جماناتي شارع سركرنا يعني دسبيكي محورية كأما بهفدرة بخونا أو بيش تراجين نقاشات هبل كاس غازات تشتكي بيش نرخاندن واروشي 10 سالي هبل أما بهفدرة نقاش بخونا منذ لحظة انطلاقة ثورة 19 تموز في روج آفا لم تكن المرأة مجرد شاهد عابر على الأحداث بل كانت العنصر الأساسي الذي قلب الموازين وجعل الحرية ليست مجرد فكرة بل ممارسة يومية. المرأة التي تربت على قيود المجتمع الذكوري وجدت نفسها أمام فرصة تاريخية لتعيد كتابة نفسها ومجتمعها من جديد. لم يكن هذا الطريق سهلا بل كان محفوفا بالصعاب من مقاومة العادات والتقاليد إلى تحديات الحرب العسكرية والحرب الخاصة مرورا بالحصار الاقتصادي وصولا إلى محاولات التشكيك والضغط النفسي. لقد أدركت النساء منذ البداية أن الحرية لا تمنح بل تنتزع وأن بناء المجتمع الكومينالي يعتمد على مشاركتهن الكاملة كما أكد القائد عبد الله أوجلان حين قال المرأة الحرة هي التي تصنع مجتمعا حرا وكل خطوة نحو حرية المرأة هي خطوة نحو الحرية الحقيقية للشعب. كانت المجالس والكومينات هي الركيزة الأساسية للمجتمع الجديد. عليها أن تلعب دورا مركزيا في بناء العائلة الديمقراطية باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع وتكون بذلك نواة المجتمع الكومونالي الديمقراطي بروح المرأة الحرة. وعلى المرأة أن تبحث عن حلول شاملة للجب هي اللي عم تساوي أي شيء، فالقرار الأساسي للمرأة والإرادة القوية للمرأة، فنحن بنتمنى مع الأيام حتى المرأة تقدر تنظم حالها. دمحوري مادو تشارة سري جرك عن شبكة دمحوري هبال ليلته أستنجيل تحديات شنو جو أم جواكا كومينال بدن أفاصرين سر أرض الواقع. دمحوري مادو تشيه تشارة سري تشيه حتى جو أم جواكا كومينال بدن أفاصرين. دور المرأة في قيادة المجتمع الكومينالي الديمقراطي. منذ فجر التاريخ لعبت المرأة دورا محوريا في الحياة البشرية كونها جزءا من الثنائية الأساسية التي ينشأ منها الإنسان وقد منحت الوجود معاني الجمال والروح والحب وأسست بمبادئها لأسس العدالة والمساواة والإبداع وساهمت في رسم معالم الحياة الحرة وتطويرها. ورغم هذا الدور الجوهري تعرضت المرأة عبر التاريخ للتهميش والإقصاء وسرقت منها منجزاتها التي أسهمت في بناء المجتمعات. تم تجريدها من جوهرها الإنساني وجعلها ملكا للسلطة الذكورية. ورغم كل ذلك لم تتراجع المرأة بل واصلت نضالها ومقاومتها لتلك الذهنية السلطوية التي سعت إلى تقييدها. لكن هل يكفي هذا النضال المتواصل في كل لحظة؟ الحقيقة أن ما تم التحقق حتى اليوم لا يزال غير كافيا. لذلك يجب أن نصب التركيز على تحقيق انتصار شامل لقضية المرأة بدءا من معالجة آثار الحرب وصولا إلى بناء السلام المستدام. وهذا يتطلب تطوير أدوات جديدة للعمل النسوي وتوسيع شبكات التنظيم. لقد أصبحت ثورة روجافا بقيادة المرأة مصدر إلهام لتوحيد النساء وبشكل خاص من خلال مشاركة المرأة بنسبة 50% في المؤسسات الإدارة الذاتية وإلى جانب التطلب. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تمكين النساء
سياسيا ومؤسساتيا عبر برنامج دانجيمن. ولذلك فإن المرأة ليس فقط ضحية للذهنية الذكورية، بل هي أيضا الفاعلة الأساسية في تفكيكها وإعادة بناء العلاقات على أسس من العدالة والوعي والتحرر لتعود جوهر السياسة إلى حقيقتها الأصيلة.